انت عارف ان انت متحدد في حياتك من دلوقتي، انت هتكون مع مين وهتكمل حياتك مع مين طول حياتك. في كل الهيصة اللي انت عاملها دي، لو حطيت في بالك ده طول الوقت، لا هتتعب نفسك وتقعد تتحايل على شخص عشان يفضل معاك، ولا هتقلل من نفسك قدام شخص عشان يرجع لك، ولا هتقعد تبين لشخص قد ايه انت بتحبه وهو مش مقدر. طب ما هو لو الشخص ده ليك هيجيلك من غير اي حاجة لو هو مناسب. فكل الناس اللي انت بتقابلهم في حياتك في النص او في اي مرحلة من حياتك، انت كده بتتعب نفسك على الفاضي لما تقعد تتضايق انك بعدت عن ده وقربت من ده، لان في النهاية الشخص اللي مكتوب لك هو اللي هيكون ليك في الاخر. لكن برضو لازم تحسن الاختيار، يعني ما ينفعش ان انت تختار شخص مش مناسب ليك وتقعد تخلص في طاقة مشاعرك وتخليه يستغل مشاعرك غلط وتتعلق بشخص غلط، لان كل ده في النهاية انت اللي هتتأذي في الاخر. طب ازاي اعرف الشخص اللي مناسب من اللي مش مناسب؟ في فيديو جاي هقول لكم الموضوع ده. ما تنسوش تعملوا فولو لو الفيديو عجبكم.